ربنا بيحلي للفقير زاده. ايوه، اكل الناس الطيبين ده دايما تلاقيه طعمه حلو وريحته حلوه ودايما يفتح النفس. بتلاقي واحد غني قوي ومعاه فلوس كتير بس دايما نفسه تروح لاكل الناس الطيبه ده. تعالوا النهارده نعمل البصاره المصريه الحلوه بتاعتنا. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تصلوا على النبي كتير وتعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه لو لسه مش مشتركين. انا اسمي خالته هند. في الاول انا هحتاج نص كيلو من الفول بتاع البصارة اللي هو الفول المقشور المتقشر يعني، وهغسله كويس مرتين تلاتة كده، وهحط عليه هحطه طبعا في الحاجة اللي هطبخ فيها، وهحط عليه طماطمية كبيرة او اتنين صغيرين وبصلاية حلوة كده، وهحط عليه حزمة كاملة من الخضرة المشكلة اللي هي بتبقى شبت وبقدونس وكزبرة على بعض. احط عليه بهارات بسيطة خالص، نص معلقة فلفل اسمر صغيرة، عليها نص معلقة من الكمون، عليها الملح طبعا حسب الرغبة، واحط عليها كمان معلقة سكر صغيرة علشان ما تبقاش حادقة. هزود المية، ولو انتوا نقعين الفول قبلها مثلا بشوية يبقى هتحطوا مية اقل من اللي انا حطاها دي. لو انتوا مش نقعين الفول يبقى هتحطوا مية كويسة عشان الفول يستوي. هحط كمان معلقة من هريسة الشطة، ودي بقى بتنقل طعمها في حتة تانية. طب انا ما عنديش هريسة شطة يا خالته هند، حطي قرن فلفل اخضر او سبايسي براحتك، يعني حامي او بارد براحتك. هجيب بقى راس توم حلوه كده، بعد طبعا سبت البصاره على النار جبت راس توم حلوه كده، دقيتها دقه خشنه كده في الهون وحمرتها في الزيت وركنتها على جنب. بعد البصاره ما استوت كده على نار هاديه خدتها ضربتها في الخلاط، ولازم طبعا ما يبقاش فيها سوائل زي ما انتوا كنتوا شايفين كده. بعد ما انضربت في الخلاط بقى فضيتها في الحله تاني. بعد ما بضربها في الخلاط بفضيها من في الحله تاني اللي انا كنت بطبخ فيها، اللي انا عامله فيها البصاره يعني، وبضيف لها كمان معلقه كبيره من الملوخيه الناشفه، معلقتين او معلقتين من بتاعه الاكل اللي احنا بناكل بيها الرز. جبت التوم بقى اللي انا حمرته، هصفي منه كل الزيت، هصفيه في الحله واحط نص كميه التوم اللي في الطاسه، وهسيب النص التاني علشان احطه على وش الطبق. بعد ما حطيت الملوخيه والتوم والزيت اللي انا حمرت فيه التوم، هرجعها على النار تاخد غلوه كمان، غلوه واحده بس علشان الملوخيه تستوي. وبعد كده هغرفها في الاطباق، وطبعا بتدوقوا الملح بتظبطوه، وبعدين بنحط على وشها بقى التوم. وبألف هنا وشفا، صلوا على النبي كتير وجربوها يا رب تعجبكم. مع السلامه.